السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. انا ام كريم ودي قناة يوميات بيتي. هنعمل النهاردة مع بعض المخ بانيه. هنعمله بشكل حلو جدا وبطريقة حلوة قوي، واخد طبقة كريسبي من بره، حلو قوي قوي قوي، متبل تتبيله مظبوطه كده من جوه. تعالوا نشوفوا عملناه ازاي. طعمه حلو جدا، من غير زفاره، من غير اي حاجه. يعني لو اولادك ما بتحبهوش هتعشق الطريقه دي. هنقول كده بسم الله وندخل نشوف هنعمل ايه. بس قبل طبعا ما ندخل على الطريقه، لسه ما اشتركش في القناه يعمل ايه؟ ينزل يشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد. يلا، لو عجبك طبعا الفيديو ما تنسينيش اللايك ماشي. اهو المخ جاي لنا كده بالشكل ده متنضف وتمام. طبعا لازم نديله شطفه عشان بيبقى فيه شعيرات رفيعه جدا كده ورقيقه. فانت اديله شطفه كده وتاكدي اللي منضفهولك تمام. وكده تمام تمام. حط بقى في ايه ميه كده تغلي على النار. فيها ايه؟ فيها جنزبيل، فلفل اسود، بصلايه، ورق راوري، حبهان. اي حاجه تشيل الزفاره حطيها، هتطلع معاكي كده روايح حلوه كده، وتنسي اي زفاره بتكون في قلب المخ. اهو انا كده بقى صفيت الميه اللي فيه واتاكدت ان هو تنظيفه كويس جدا. مفيش فيه اي بيبقى فيه شعيرات كده بسيطه كده رفيعه. في جزارين الحق بتنضف كويس، وفي ناس لا بتجيبهولك كده وانت بتبقي لو في اي حاجه بقشليها. فاديله شطفه كده وتاكدي من نظافته كويس. واعملي بقى شويه ميه كده تغلي على النار، وحطي فيها اي حاجه عندك هتشيل الزفاره حطيها. الميه دي طبعا احنا بنستغنى عنها خالص. احنا بس بناخده كده نحطه فيه 5 دقايق بس. هو مش هياخد سوى الوقت، لا. احنا بنديله 5 دقايق كده، يقفل كده المسام بتاعته شويه ويخرج بالشكل ده. انا بس اول ما خرج قطعته من حتتين، وبدات اقطعه معاكم بالشكل ده. كل حته كده اقطعها كده اهو، شكل اسطواني كده اهو زي ما انتم شايفين كده. طبعا لو في حتت متقطعه كده لان الموضوع التعامل مع الحاجات دي بتبقى رقيق جدا، انتوا عارفين بتبقى هو المخ اصلا بيبقى ما بيحتاجش سوا كده. فالتعامل معاه بالراحه كده زي ما انا بعمل كده اهو زي ما انتم شايفين كده. فاحنا هنا قلنا احنا ما سلقناش، احنا خليناه بس في الميه اللي بتغلي دي 5 دقايق وبعد كده نشيلناه. هنطلعه بقى نتبله. حطيت عليه حطيت عليه كزبره، كمون، وفلفل اسمر وملح. انا بالنسبه لي تتبيله للمخ فلفل اسمر وملح، ما هتضيعيش طعم المخ، وطعمه هيبقى حلو جدا جدا. بس انا حطيت شويه كمون وشويه كزبره معاه. هتبله كده من جهادي. وطبعا الميه اللي انا غاليه فيها برضو كان فيها ملح، يعني مظبوط حدقها مظبوط تمام. عشان ما يبقاش مية معاك، لان الحاجات دي بتبقى مايعه كده شويه. كان طعمه حلو قوي. تبلته على الجهادي وقلبته هتبله الناحيه التانية تمام. الحقيقه الميه اللي انا عملتها دي ما خلتش ريحته فيها اي زفاره ولا اي حاجه. فانا قلبته كده هتبله برضو الناحيه التانية بنفس الحكايه. هرش عليه كده وهو على البلانش شويه ملح، شويه كمون، شويه فلفل اسمر، وتمام. وانتوا طبعا لو مش عايزين تدخلوا فيه اي كمون او اي حاجه، هو الاساس فلفل الاسمر والملح تمام. رشيت عليه فلفل اسمر كويس قوي، وظبطت الملح بتاعه كويس قوي. خلاص هو كده جاهز معايا ان هو يتحط في التتبيله او يتعمل له كفر من بره عشان نقليه. ادي البيضه اهي، حطيت عليها برضو شويه فلفل اسمر وشويه ملح علشان تظبط معايا التتبيله كلها. هقلبهم كده بقى مع بعض. هي بيضه واحده كفايه، هتكفي وتفيد كمان. معايا بقى البقسماط ده من ماي واي، اللي انا على طول بعمل بيه تتبيلات البانيه حلوه جدا، ما بستغناش عنه. ما بعملش بالبقسماط العادي، البقسماط ده حلو قوي. هنجيب بقى قطعه كده من اللي احنا قطعناه من المخ كده في البيض، وننزل كده في البقسماط. هياخد كفر حلو قوي جميل جدا اهو زي ما انتم شايفين كده. هجيب راحه بقى، رحت بقى اجيب معلقه علشان اقلب بيها الحاجه، كسلت اعيك ايدي. فهنقلب كده بقى بالمعلقه وهحطه في طبق جنبي. كل حاجه تتغلف كده هحطها جنبي. الطريقه دي حلوه جدا جدا جدا، ما خدتش مني وقت، ما خدتش مني اي حاجه، طريقه حلوه جدا. ممكن تعملي سندوتشات، تاكليه بعيش، ممكن تعملي مكرونه وتاكليه مع المكرونه، برز، باي حاجه اللي تفضليه اعمليه. بس كان حلو قوي قوي قوي، حقيقي مفيد جدا وفيه فوائد عظيمه.
بس احنا الاولاد بتهرب منه، تقولك ده ايه، لا مش عايزه. فالطريقه دي خليت اولادي تحبه جدا، وليه ده ايه يا ماما احنا عايزين كمان. تمام اهو. هخلص بقى كل الكميه كده في البيض وفي البقسماط، مش اكتر من كده. عامل جفر حلو قوي الحقيقه، البقسماط ده حلو جدا، والمخ ذات نفسه متبل فعاطي طعم حلو جدا. اهو اقلبه كده في البقسماط الناحيه دي والناحيه دي، واحطه في الطبق كده جنبي لغايه ما اخلص الكميه كلها. اهو زي ما انتم شايفين كده. مين بقى وصل لهنا وضغط لايك؟ لو وصلتي بقى لهنا من الفيديو اضغطي بقى لايك. اهو شايفين بسهولة قوي، خلصنا كل حاجة في كلمتين، كلمة ونص كان كل حاجة خلصت. اخلص بقى كل الكمية ونرجع بعد عشان ايه طولنا في الموضوع ده. اهو الكمية كلها خلصت والحمد لله. حلة بقى كده صغيرة على النار، نحط فيها كمية محترمة كده من الزيت، اكننا بنقلي بانيه عادي ومفيش اي حاجة. تمام 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 اهو. قشطة قشطة كده يا معلم. يلا بقى نحط بقى كده بقى المخ كده. ما تحطوش طبعا ايدك فيه الا لما ايه يمسك شوية او الجفر يتكون من عليه، وابدأي قلبيه نار متوسطة. اول ما يبدأ كده اهو خلاص اتشمع مسك نفسه، ابدأي قلبيها على الناحية التانية. كل حاجة اهوت معاكوا بالتفاصيل. شايفين خد جفر حلو جدا جدا، خدوا اللون اللي انت عايزاه. ابدأي طلعي. انا اللي بتهيألي لسه هستنى عليه شوية. البقسماط ده بيدي لون حلو جدا وجميل قوي ما شاء الله. خلاص هو كده حلو جدا. هبدأ بقى كده اطلعه. كان مقرمش وكان حلو قوي. زي ما انتم شايفين كده، احطه بقى على مناديل كده في طبق جنبي، وهبدأ اعمل الكمية بقى الباقية كلها على نار متوسطة. هو كده بقى بياخد بقية سويه، يعني احنا حطيناه 5 دقايق بس في المية وكده بيكمل سواه. هو مبياخدش سوية اكتر من كده، بيبقى ابيض خالص كده خلاص بيكون ايه سويه مظبوط. لان المخ اما بيكون فيه دم كده لا ده مستواش، لكن هو بيبقى ابيض ناصع كده بيبقى تويه مظبوط خلاص تمام. طلعناه بقى شايفين بالشكل اللي شايفينه ده حلو جدا جدا جدا، واخد طبقه كريسبي من فوق. طبعا هو بيبقى طبيعته طري من جوه خالص كده، ملبن من جوه مش طري. حلو جدا. ال بيبقى مايع كده شويه، لا تخلصنا منها. بهاراته مظبوطه، كل حاجه مظبوطه. حاطين ملح في الميه ما عملناه، فكل حاجه ملح مظبوط وحلو جدا 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 ما شاء الله. من اكتر المرات اللي عملت فيها المخ ده وكنت مبسوطه منه قوي قوي قوي. في سندوتشات كانت تلاقي في كل حاجه تلاقي حلوه قوي قوي قوي. انا اولادي كلوه كده في سندوتشات كده، لفيناه في سندوتشات كان حلو جدا. شايفين شكله حلو ازاي اهو. ده من قريب، يعني لولا الدوشه اللي حواليا كنت سمعتكم ان هو كان كريسبي وحلو ازاي. بس هو باين وواضح هو قد ايه هو كريسبي وجميل مستوي وزي الفل ما شاء الله. اهو خدت كده كام صورة بس، ومش عارفة الفلاش كان مقفول في مرة ففتحته فكده يعني. اهو بقى كده بوريهولكوا تاني كده من قريب عشان تتأكدوا ان سويه مظبوط جدا، مفيش في اي حاجة، وابيض زي الشهد. اهو زي ما انتوا شايفين ما شاء الله كان حلو قوي قوي قوي. نشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.